هاي صحابي، احب اعرفكم بنفسي. انا دولي. انا هنا كنت في بيت اهلي وكنا عاوزين ناكل اكل مشوي، فقررنا نعمل حواوشي وكفته ضاني. طبعا بنجيب لحمه الحواوشي دي من عند الجزار، بيبقى هو فرمها لنا، حاطط لنا فيها حته دهنه كبيره كده مع اللحمه، وحاطط لنا كيس توابل حواوشي. طبعا احنا ما بنكتفيش بكده، بنحط طبعا اضافات من عندنا، بصلايه مبشوره وطماطم مكعبات، وبنحط اللي هو التوابل اللي قدامكم ديت، فلفل وملح وتوابل، وبنحط قرن فلفل سبايسي كده للي حابب، اللي مش حابب ما يحطوش طبعا. بس هنا هندمج كله كده مع بعضه زي ما انتم ما شايفين. وبعد كده طبعا احنا قلنا شوي شوي، يعني هنطلع بقى فوق السطوح وكده. طبعا هنا انا كنت بفرد اللحمه فوق السطوح في قلب العيش. هنا بفردها زي ما انتم ما شايفين. العيش ده عيش حواوشي، بنجيبه من عند الفرن، بنقول له احنا عايزين عيش للحواوشي، طبعا بيدولنا فاتح شويه عن العيش اللي هو العادي. طبعا هنا احنا دي الشوايه بتاعتنا. احنا عندنا الشوايه اللي هي الكبيره، بس احنا مش بنحبها، بنحب نشوي على الشوايه ديت. ماما بتقول الطعم بيبقى احلى، وفعلا بيبقى احلى. طبعا هنا انا قلت لاخويا تعالى بقى ساعدني، انا مش هعمل لوحدي. يلا تعالى ساعدني. قال لي خلاص ماشي، انا جاي اساعدك اهو. جه هنا هو اخويا بيساعدني بيعمل معايا. طبعا هنا انا كنت بهوي وهو كان بيساعدني بيقلب لي العيش وكده. طبعا احب اعرفكم بنفسي اكتر. انا دولي، دي قناتي لسه جديد. احب ان كنتوا تدعموني فيها، وما تنسوش تدوسوا على علامة الاشتراك وعلى زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. طبعا انا معايا يوسف وسيف وياسين، ربنا يا رب يبارك لي فيهم. ويشفي لي ياسين ابني يا رب، اللهم امين. ادعوا له كده ان ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب، اللهم امين. طبعا انا مش قادره اوصف لكم اليوم دوت. كان يوم جميل جدا، بالذات لما اكون قاعده طبعا مع بابا وماما واخواتي. طبعا لمة بيت العيلة دي بتبقى جميلة قوي. طبعا هنا وصلنا للكفتة. طبعا قلت لاختي يلا بقى قومي انت كمان لازم تساعديني، ما انا مش هعمل لوحدي. قالت لي خلاص ماشي هاتي انا اعمل لك الكفتة وكده. فهنا بقى كانت بتعمل لي الكفتة. طبعا لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تدوسي لايك عشان يوصلك مني كل جديد. يلا باي. تدوسي على اللايك عشان يوصلكوا كل جديد. باي.